السلام عليكم. يوسف زيدان والتصريحات الخطيرة اللي اتقالت خلال الأيام اللي فاتت واللي عملت لغط كتير عن صلاح الدين الأيوبي. لا، صلاح الدين واحد من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني. أحقر الشخصيات؟ وده اللي بيبرر ليه الناس كانت مصدومة، وبصراحة عندهم حق، لأن الكلام ده لو طلع فعلا حقيقي يبقى فيه مشكلة كبيرة. طب لو ما طلعش حقيقي يبقى المشكلة أكبر، بس عند يوسف زيدان. احنا دلوقتي هنمسك مع بعض الكلام حتة حتة وهندور ونشوف هل الكلام ده فعلا صح ولا غلط، وهنتكلم بموضوعية وحيادية تامة بدون التحيز لأي حد، بدون ردود عاطفية، ولكن كلامنا هيكون عقلاني منطقي بدلائل تاريخية من المصادر التاريخية. خلونا نبدأ مع بعض بنقطة اتفاق. أولا هي كلها مغالطات تاريخية، التاريخ الحقيقي مش كده. إن فعلا التاريخ الحقيقي مش كده. التاريخ الحقيقي مش زي ما جاء في فيلم الناصر صلاح الدين اللي مليان مغالطات تاريخية، ودي عادة معظم الأفلام التاريخية، وده بيرجع لأسباب كتيرة قوي هنعرف نجاوب عليها لما نجاوب على السؤال الجاي: هو مين اللي بيزيف التاريخ؟ لا، صلاح الدين واحد من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني. أحقر الشخصيات؟ أنا أول لما سمعت الجملة ما بقتش مصدق، هو فعلا بيتكلم جد؟ وأعتقد إن في ناس كتير كانوا زيي، هو بيتكلم بجد ولا بيهرج؟ أقول لك بعض وقائع موجودة في التاريخ. وقعدوا الفاطميين حوالي 250 سنة، جه صلاح الدين، عارف عمل فيهم إيه؟ جريمة ضد الإنسانية. عزل الرجالة في حتة والستات في حتة، بحيث ان الذكور لا يروا انثى. لما شفت النص التاريخي لاحظت حاجتين. الحاجة الأولى إن هو ما ذكرش النص كامل. الحاجة التانية إن هو زود تحليلات من عنده، التحليلات دي موجودة نصوص تاريخية من المصادر التاريخية بتبين عكسها. نبدأ بالنص التاريخي. في مرآة الزمان في تواريخ الأعيان بيقول: وأفرد أهل العاضد، العاضد ده اللي هو آخر خليفة فاطمي، ناحية عن القصر، وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه، شافهم محتاجين إيه وجابه لهم، وسلمهم إلى قراقوش، فعزل الرجال عن النساء. هي دي بقى الجزئية اللي اتكلم فيها يوسف زيدان. فعزل الرجال عن النساء واحتاط عليهم. احتاط عليهم يعني حطهم تحت الحراسة. نكمل ونشوف تحليل يوسف زيدان لجزئية العزل ده عشان ما يتناسلوش يعني. عشان ما فانقطع الناس. انت بتعرف في مصر اي حد فاطمي؟ لا. الناس اللي حكمت 250 سنة لا خلاص، في النسل انقطع خلاص. جزئية قطع النسل الفاطميين دي بصراحة جزئية تضحك جدا، وهعرض لكم سببين يدمروا الادعاء ده اللي هو أصلا مش مذكور في المصادر التاريخية. الحاجة الأولانية، نبدأ بالنص التاريخي. في كتاب خطط المقريزي الجزء الثاني صفحة 161 ذكر المقريزي وبيقول: فتفرق حينئذ عن المستنصر جميع أقاربه وأولاده من الجوع، فمنهم من صار إلى المغرب ومنهم من صار إلى الشام والعراق. الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 464 هجريا، في وقت الشدة الكبرى. يعني بالصلاة على النبي كده المقريزي بيقول إن الفاطميين راح منهم ناس كتير، راحوا للشام وراحوا للعراق وراحوا للمغرب، وهم اصلا كانوا موجودين في تونس وكانوا موجودين في مصر. يعني الناس دي كانت منتشره في بلاد كتيره مش في مصر بس. فبالتالي كون ان هو صلاح الدين يمسك مجموعه منهم ويعزلهم، يعزل الرجال عن النساء، ده مستحيل يقطع نسلهم. السبب الثاني والرد الثاني وهو ان الفاطميين حكموا حوالي 200 سنه مصر، وحكموا قبلها حوالي 60 سنه. هل منطقي واحد حكم حوالي 25 سنة بس اللي هو صلاح الدين ان هو يقطع نسل ناس ودولة حكمت حوالي 260 سنة؟ طب تيجي ازاي؟ انهي عقل وانهي منطق يقول كده؟ ده بالاضافة لكده نقطة مهمة اللي احنا لسه ذاكرينها من شوية، ان هم كانوا منتشرين في بلاد كتير. طب عملها ازاي؟ ده عزل الناس اللي كانوا موجودين في مصر بس. ده هتلر بجلالة قدره معرفش يعملها مع اليهود، يبقى صلاح الدين هيعرف يعملها مع الفاطميين؟ حرق المكتبة. عارف مكتبة القصر الكبير دي تقريبا باستثناء بغداد في الوقت ده كانت أهم مكتبة في العالم. حرقها. جزئية الحرق دي بصراحة أنا معرفش هو جابها منين، لأنها مش مذكورة في ولا مصدر تاريخي من المصادر المعاصرة لوقت صلاح الدين. دور أنت في أي كتاب من المصادر التاريخية اللي عصرت الوقت ده
واتكلمت عن اللي حصل فيه ان مصدر تاريخي واحد يجيب ان صلاح الدين حرق دار الحكمة، وده تحدي. وانا بالفعل بعت له على الاكونت بتاعه وهو رد عليا، وهعرض لكم حالا الكلام كله وانتوا تحكموا بنفسكم. اول كومنت ليا بقول لدكتور يوسف، بقول له للمرة الثالثة أردد، يا ريت تعطينا مصدر تاريخي واحد يذكر أن صلاح الدين حرق دار الحكمة، لأن هذا كان من ضمن ما ذكرته في لقائكم مع عمرو أديب، ولقد بحثت عن هذه المعلومة ولم أجدها، ولا في خطط المقريزي، ولا ذكرها ابن شداد، ولا ابن الأثير، فمن أين هذه المعلومة الخطيرة؟ راح رد عليا دكتور يوسف وقال لي مالك يا عماد، تركت كل شيء ويشغلك فقط إن كان حرق أو دمر أو باع، سأجد لك المرجع الخاص بالحرق، ولكن النتيجة واحدة، زوال بيت الحكمة. ولعلمك بيع الكتب لمدة 10 سنوات في الطرقات أحقر من حرقها، لا تترك الصورة العامة وتتعلق بتفاصيل التفاصيل. فأنا رديت عليه قلت له يا دكتور، حضرتك من أشرت إلى هذه النقطة وركزت عليها، والتفاصيل أهم بكثير من الصورة العامة، لأن التفاصيل هي التي تشكل الصورة العامة وليس العكس. 1. بيع الكتب يختلف اختلاف كبير عن حرقها. 2. المكتبة كانت موجودة ولم يتم حرقها في عهد صلاح الدين ولا حتى في عهد من جاء بعده. 3. المكتبة ظلت موجودة لمدة بلغت 10 سنوات أو أكثر. وحضرتك في لقائك مع عمرو أديب كان كلامك بشكل رئيسي عن حرق دار الحكمة التي كانت تزخر بآلاف الكتب التي كانت تضاهي دار الحكمة التي كانت ببغداد، فأنت من ركزت على هذه النقطة وليس أنا. وعدم وجود دليل من مصدر تاريخي يعاصر هذه الحقبة الزمنية الهامة يشكك في مصداقية بحثك. نحن لا نمجد أشخاص ولا صلاح الدين ولا يوسف زيدان، النقاش لابد أن يكون نقاش علمي بالحجة والبرهان. دكتور يوسف ذكر معلومة خطيرة وركز عليها في لقائه وما زال يؤكدها، وأنا فقط طالبته بالمصدر التاريخي ولم أشكك فيه ولا أهاجمه، ولكن مصداقية الباحث من مصداقية بحثه، ومصداقية الباحث من ذكر الحجج والدلائل، فإن لم يأتي بها فهذا يشكك في مصداقية البحث والباحث، ولا يمكن لنا أن نأخذ معلومة بين قوسين عمياني دون دليل من الباحث. ده كده الكلام زي ما انتوا شفتوه. احكم انت بقى على باحث يغلط غلطة ما يغلطهاش باحث مبتدئ، ان هو يقدم بحث البحث ده ما فيهوش اصلا مصادر تاريخية، بل بالعكس ده بيزود عليها ويضيف تحليلات، التحليلات دي تنافي العقل والمنطق وتنافي نصوص تاريخية تانية موجودة في مصادر تاريخية عصرت هذه الحقبة الزمنية. بالعقل والمنطق كده انا ممكن اقبل ازاي ان انت تقول على واحد ان هو حقير وانت كل الدلائل اللي انت جبتها الدلائل ديت كلها في شنك. انا دلوقتي اخاطب العقل والمنطق، فعقل كل واحد بيدور وبيشوف، وفي عقل كل واحد بيشاهد دلوقتي الفيديو ده. استنونا في الفيديو الجاي عشان لسه الموضوع مخلص. سلام عليكم.